بتحب افلام هوليوود وتتفرج عليها؟ تعالى بقى اقول لك لما شفت هوليوود في الحقيقه كانت عامله ازاي. عارف احساس ان انت تشوف مكان بالافلام بس وفجاه تلاقي نفسك واقف فيه؟ اهو ده بقى اللي حصل لي لما وصلت كاليفورنيا بالظبط، وبالتحديد مدينه سان دييغو. اول حاجه لفتت نظري هي الشمس، موجوده على طول ومش بتغيب، مش يومين بس تطلع وبعدين تشتي زي جيرسي. الهواء خفيف، انت مش محتاج تلبس 5 طبقات عشان تروح تجيب سندوتش او كوبايه قهوه. حبيت قوي الاحساس ان انت ممكن تخرج من البيت في اي وقت من غير ما تحارب الطبيعه وتقعد تحفر في التلج عشان تعرف تمشي العربيه. انا عايز اقول لكم ان سان دييغو هي فعلا احسن مدينه عشت فيها في امريكا، بتفكرني جدا باسكندريه بالذات في الجو بتاعها. رحت بعدها لوس انجلوس، هوليوود عاصمه السينما في العالم، نخل، شوارع جميله، بحر. انا كنت فين وبقيت فين؟ احمدك يا رب. فكرت كده وقلت هو المكان ده بجد؟ الناس دي كانت عايشه كده في كاليفورنيا وانا عمال يطلع عيني في التلج في جيرسي واحفر عشان اطلع العربيه، بس خبطت خبطه فوقتني وعرفت ان الايجار في كاليفورنيا غالي جدا، فكان لازم اشتغل. الحمد لله اشتغلت في شركه كبيره بتاعه هدوم، مش عايز اقول اسمها بس خلينا نقول ان هي اسمها جمهوريه المول. كنت بشتغل في المحل ده في مول كبير اسمه فاشن فالي مول. المول ده من اغلى وارقى المولات اللي موجوده في سان دييغو. مكان كان مريح وبتعامل مع ناس نظيفه ودايما لابس لبس كويس وببيع الهدوم اللي قلت لكم عنها. قدرت ان انا اتاقلم بسرعه مع الجو اللي انا فيه. الحاجه الوحيده اللي كانت تعباني في سان دييغو هي الايجار، كان غالي جدا، والعيشه عموما كانت غاليه في كاليفورنيا. الحياه في كاليفورنيا مليانه بالمغريات، بتقول لك تعالى جرب كل اللي نفسك فيه. طب انت عايش هنا بتعمل ايه؟ طب انت هدفك ايه؟ طب انت عايز توصل لفين؟ كل دي اسئله انا كنت ناسي تماما اسالها لنفسي طول ال4 سنين. عشت في سان دييغو احلى 4 سنين في امريكا، بس خسرت اهم حاجه في حياتي. لو عايز بقى تعرف انا خسرت ايه عشان ما تغلطش نفس غلطتي، تعال نكمل الحكايه الحلقه الجايه وانا هقول لك. استناني.